قضي الأمر. الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق، والحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا. بداية الكابينت الأمني والسياسي يجتمع عند الساعة 11 صباحا. بعد ذلك فور أن ينتهي الاجتماع تجتمع الحكومة الإسرائيلية، والتقديرات أن الاتفاق يتمتع بأغلبية في المجلسين، في الكابينت وأيضا في الحكومة الإسرائيلية. فور مصادقة الحكومة الإسرائيلية على هذا الأمر سيجري تحويل الاتفاق إلى مكانين. المكان الأول هو الرئيس الإسرائيلي من أجل التوقيع على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم. الرئيس الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة المخولة في إسرائيل بالإصدار عن عفو عن معتقلين سياسيين وعن معتقلين بشكل عام، وسيتم تحويل الاتفاق إلى المحكمة العليا من أجل فتح الباب أمام اعتراضات والتماسات الإسرائيليين. لكن التقديرات أنه سيصار الانتهاء من كل هذه المواضيع خلال ساعات، وعلى أقصى تقدير خلال يومين. والتقديرات تشير إلى أن يوم الأحد المقبل سيشهد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيكون على النحو الآتي. المرحلة الأولى تكون على 42 يوما، سيفرج خلالها عن 33 محتجزا وأسيرا إسرائيليا من قطاع غزة. سيتم إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة، منها 50 شاحنة وقود، بالإضافة إلى وصول 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى شمالي القطاع الذي هو تحت مجاعة خانقة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي سيفرج عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز مدني يفرج عنه من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراجه عن 50 أسيرا فلسطينيا عن كل محتجز أو كل أسير عسكري يفرج عنه من قطاع غزة، لتكون المحصلة كبيرة أكثر من 1000 أسير فلسطيني، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن كافة النساء الفلسطينيات التي اعتقلن منذ 7 أكتوبر، والإفراج أيضا عن كافة الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، أي كل من هم دون 18 عاما. في المحصلة أتوقع أن يكون الحديث عن آلاف الأسرى الفلسطينيين. التلفزيون العربي.